النادي ثم يطرق الباب. تفضل ادخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اجلس. خير، ما بك يا محمد؟ أرسلني إليك معلم الرياضيات. خيرا، ماذا فعلت؟ بصراحة المعلم كان يشرح الدرس وأنا كنت شاردا ذلك. ولماذا كنت شاردا ذلك؟ من اللي شرب ذلك؟ والله يا سيدتي بعض الأمور الخاصة. قل يا محمد، فأنا في مقام والدتك ومثل حلمك في تلميذي، وتأكد أنه كل لو استقبل ستنقسمان بيننا. أكيد ونرجو بذلك. ولا حتى معلم الرياضيات؟ لا هو ولا غيره. بصراحة معلم الرياضيات أنا لا أرتاح إليه. ولماذا يا محمد؟ من دون سبب. لابد أن يكون هناك سبب متأكد. كما قلت لك الأمر سوف يبقى سري للغاية. بصراحة معلم الرياضيات إنسان متكبر وأنا لا أرتاح في حصته. حسنا، هل أخطأ في حقك أم أنك تعاملك معاملة خاطئة؟ لا أبدا، لم يخطئ في حقي، لكن ماذا؟ يقول لي دائما أنت طالب كسول لا تستوعب أي شيء من الدرس. من يقول كذلك؟ يقول لي ابحث عن عمل، أنت كارث على التعليم. ومن هذا الكلام الجارح حتى حطمني وصرت أكره التعليم. حسنا، هذا الكلام يقول جميع ولا أنت وحدك؟ يقوله لي وحدي بين جميع التلاميذ. لكل شيء سبب، والسبب الذي جعل معلم الرياضيات يقول هذا الكلام؟ لا أعرف السبب. اسمعني يا بني، معلم الرياضيات لا يمكن السماع مع غيرك من دون سبب. قلت لك ليس هناك سبب. إذا هو السبب. يجب أن نقابل معلم الرياضيات وأعرف لماذا يعمل هكذا. لا أرجوك لا تقولي له. يجب أن نقابلك في هذا سبب مشكلته وأحلها. حسنا، بصراحة هل تريدين سببا من دون غضب؟ قل ولن أغضب منك. هذا يعني أن معلم الرياضيات يخطئ في حقك؟ والله يا سيدتي إن معلم الرياضيات لم يفعل شيئا، لكن ماذا قل؟ أنا لا أحب الدراسة، أنا سأبحث عن عمل. أنت لست صغيرا ومستقبل وماذا؟ أنا إنسان فاشل لا أصلح للتعليم. ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا محمد؟ يا محمد، أتمنى أن تكون قد غيرت رأيك. والله يا سيدتي لا أعرف ماذا سأقول. ماذا فعلت يا محمد؟ لم أتمكن من حل مشكلتي. ها أنا أحاول معه. تسمحين لي أن أجلس مع محمد الخمس دقائق عسى الله يهديه. أكيد، تفضلي. اسمعني يا محمد، أنت طالب جيد ولكن ينقصك بعض الاهتمام وبعض المثابرة، وبإذن الله ستكون من أفضل التلاميذ. لكن أنا ليست لدي نية في الدراسة. تأكد يا محمد أن الشهادة سلاح قوي يساعدك في معركة الحياة الحامية اللطيفة، فإن لم يكن لديك شهادة فلن تتمكن من الخوض والفوز فيها. أنا هربت من المدرسة ومن الدراسة ومللت الكتب والمراجعات. وما الذي جعلك تهرب؟ أنا ليست لدي رغبة في الدراسة، أنا سأبحث عن عمل. وما رأي والديك في الموضوع؟ إنهما يشتكيان دائما من مصاريف دراستي وهذا ما يجعلني أنفر منه. ماذا تفعل يوميا بعد الخروج من المدرسة؟ هل تستغل الوقت للعب والدراسة؟ لا، فأبي يطلب مني بيع المناديل في السوق لأوفر له المال. هذا جيد، ولكن هل يترك لك والدك الوقت لتراجع دروسك؟ لا، فأمي تطلب مني مساعدتها وهذا ما يجعلني لا أدرس. ادخلي سيدتي المديرة، لقد عرفت سبب نفوري من الدراسة. عظيم، وما السبب؟ إن والديه هما السبب، فلا يتركين له الوقت لمراجعة الدروس ودائما يشتكين من مصاريف دراسته. حسنا، سوف أستدعيهما وأقوى أحذرهما. إن لم يتوقف عن أفعالهما فهو بلغ مظلمة وقتها بما يقومون به تدمير مستقبل ابنهما. حقا، فمن حقوق أطفالنا علينا التربية والتعليم وتوفير الغذاء والملبس، وكل تقصير من الوالدين يعتبر جريمة قد يعاقب عليها القانون. دقيقة. خذ هذا الاستدعاء يا محمد، على والديك الحضور هناك المدرسة. لننطلق إلى العلا، لنأتي دوما أولا، لننطلق
لننطلق إلى العلا، لنأتي دوما أولا، لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا، لننطلق إلى العلا، لنأتي دوما أولا، لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا، فالكون شاءه الإله أن يكون معمله، والمرء طول عمره معاش يحيا أمله، لننطلق إلى العلا، لنأتي دوما أولا، لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا، هيا انشروا معارفا، هيا انشروا فضائلا، وأظهروا تفوقا، واشتهروا بين الملا.